للتحقيق حسب هارون ورمضان عبد التواب هو أن يسعى المحقق لإخراج متن الكتاب أو النص بصورة أقرب ما تكون إلى الصورة التي تركه عليها المؤلف بحسب الطاقة. لكن هذا الكتاب علاوة على إخراجه على أتم صورة كان منشغلا بجملة من الإشكالات العويصة التي شغلت الأستاذ المحقق مسعود بوقر. إشكالات صعبة، إشكالات ترتبط بسياق الحملة الفرنسية أو الحماية الفرنسية بداية القرن، علاقة النخبة العالمة والنخبة المخزنية بالنخب العالمة والنخب المتصوفة والنخب التي قادت الثورات في الهوامش. وهذا الإشكال يبدأ من التسميات. هل هي ثورة الشيخ أحمد الهيبة؟ هل هي تمرد الشيخ أحمد الهيبة؟ هل هو سعي أحمد الهيبة للاستيلاء على السلطة في جنوب المغرب؟ هل هو احتجاج؟ هل هذا الرجل صالح رباني متصوف أم هو كذاب داعي مثل ما وصف به في ملحقات هذا النص؟ إذا ما الخلفية الإيديولوجية لهذه التسميات التي ليست أبدا بريئة وتبدأ من عنونة هذا الكتاب؟ هل التاريخ بالفعل يكتبه المؤرخ أم يكتبه المنتصر؟ هل يرجع الفجل إلى كون المالعينين هم ناس ربانيين أهل صلاح وعلم وتصوف وليسوا أهل سياسة وأهل قتال وحرب؟ أم يرجع إلى الخيانات التي آخرها انسحاب حيدة بن مويس من المساندة؟ إذن الأستاذ، أنا أتصور أن الأستاذ مسعود بوقر كان منشغلا بهذه الإشكالات المؤطرة لهذا نص العباس بن إبراهيم تعارجي المراكشي السوسي. لهذه الدواعي ولهذه الإشكالات نتشرف بحضور مجموعة من الأساتذة الكرام. معنا الأستاذة الدكتورة فاطمة أويسو، معنا الدكتور الحسين عمري، معنا الأستاذ ماء العينين محمد تقي الدين المشرف على تهيئ رسالة للدكتوراه، معنا الأستاذ المحقق الدكتور مسعود بوقر. إذن المداخلات ستكون في حدود 15 دقيقة، يعني ما أمكن نطلب ما أمكن شيء من الإيجاز. أنا أتيت لهذا المركز أو النافذة التي أعتبرها أعتبرها هي النافذة والشرجم اللي كتجبل منه النخبة باش تهبط على الصورة. هذا المركز هو هذه الزاوية والنافذة اللي كتجبل منه هذيك النخبة، ونتمنى لها التوفيق. وأكيد وأنا راني زعما جد سعيد أنني متواجد بين إخواننا، واللي تلقيت مفاجأتي الله يجزيك بخير. المفاجأة الأولى هو أنني عندما اقتنيت هذا الكتاب من مكتبة الدار الأمام النظيفة أول حاجة قلت هو اللي خصني نبدا بالسن. الثانية هو المفاجأة الثانية هو المداخلة ديال الأستاذة المحترمة أويسو فاطمة. أنا لدي بحث يتكلم عن جوانب من حركة المقاومة الشيخ من 1910 و 1919، وأقول لك يعني صادقا كأنها كانت معي في محطات تحت هذا البحث. يعني حتى يعني مثلا غادي نعطيكم بعض الامور اللي شارت لها، لان اي بحث اللي كتكلم عن حركه ثوره انتفاضه فلنسميها ما كتكلم على يعني الامتداد المجالي والزمني ديال هذه الحركه. هي الحمد لله تمت هذه المساله. داك وعلاش جعلني انا غادي نبدا المداخله ديالي، انا غادي نعطيكم المعطيات اللي ربما اتوفر عليها باش نغني هذا النقاش. المكانه ديال الحركه، الاهداف، يعني طيب يعني حتى التصميم كانها هي اللي صوبتوا لي قالت لي خدم فيه. شكرا دكتور. اولا لا يمكن لاحد ان يذكر بالمكانه العلميه لعباس العرجي. انا ما جيت هنا باش لانه متغير الله جدي، جاي باش ندافع فيه. حنا راه عندنا اعلام في المغرب وعندنا يعني رموز اللي من المفروض اننا كاملين نحترموها، وانهم راه عطات لهم حتى مكانه علميه كانت في واحد الفتره، ولهم دارهم ولهم مجموعه من الامور اللي غادي نتكلموا فيها ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لعباس العرجي يعني لا كقاضي ولا عالم ولا مدرس، لانه التدريس تخرج عليه شحال من واحد تخرج عليه يبدو. بالنسبه لمسعود بوقر انا لست مؤهل باش انني ننتقد طريقه عمله ولكن الاكيد انه احترم شروط التحقيق، اكيد انه احترمها. وعلاش انا مثلا قلت انا خصني نبدا ما دام انه احترم انسان مؤهل باش يحقق كتاب بهذا المستوى ويحقق فيه مجموعه من الشروط ديال التحقيق، راه بمعنى انه مؤهل بانه غادي يزيد الكتاب في اطار اي موضوع في اطار التحقيق. ونتفاهموا على واحد المساله بالنسبه للكتابه التاريخيه.
انا راه كنطلب لا من الاستاذ ولا من السي مسعود ولا من المسير ولا من الدكتوره السكسة اي حاجه يعني انني غادي ندير بها ما كانت عندها احاله ولا مرجعيه وقفوها، لان التاريخ هو المرجع هو الاحاله. ما يمكن لي غادي نجي ندافع على مثلا واحد المكون كننتمي له ونبقى نقول لا راه هو كان لا، هذه المساله غير مطروحه. وعلاش انا جيت نتكلم معكم بعض الامور اللي هي موثقه. يعني بالنسبه للكتابات التاريخيه هناك 4 انواع، انا غادي نقول لكم 3 منهم باش كتابات حول المقاومه والجهاد. هناك يعني حسب نجد كتابات استعماريه صغيره، يعني احد الضباط العسكريين وضباط الشؤون الاهليه، هذو الناس مختصين كيشدوا هذا الارشيف ديال هذا الضباط وكيكتبوا كيحروا. وهناك مجموعه كثيره صادره عن ضباط الشؤون الاهليه، كتابات معاصره اثرت بالتوجه الاستعماري واصبحت تدور في فلك، يعني انها قرات الكتابات التاريخيه سواء الفرنسيه سواء الاسبانيه سواء الانجليزيه، عندما تكتب وعندما مثلا انها تبغي تسلط الضوء على واحد الحدث تاريخي تمشي في هذا الاطار هذا. واخيرا يعني هناك كتابات اعتمدت في خطها التاريخي على قدر كبير من الموضوعيه من خلال احاطه علميه ومنهج اكاديمي، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر جرمان عياش، الدكتور عبد الله البدوي، الدكتور عمر آفة، والاستاذ احمد بومزو. الاستاذ احمد بومزو باش واضحين، لاني انا في البحث ديالي درت محور خاص به. لماذا؟ الدكتور احمد بومزو يمثل المدرسه التاريخيه الحديثه في المغرب. يعني حتى التوجيهات والتوصيات يوصي باش اي باحث في التاريخ يجب ان يراعي مجموعه من الاعتبارات، خصوصا بالنسبه للاطارح الجامعيه، كان كيحث عليها في عده مناسبات. لان ملي تمشي للمكتبه ديال الجامعه وتشوف الاطارح يعني الجامعيه تجد هناك مجموعه يعني من الاخطاء المنهجيه، من الامور اللي ربما قد تسيء حتى لو هو كباحث في هذاك. لذلك انه دائما الاستاذ بومزو كيوجهنا، وانا كنعتبره استاذ ديالي، وانا خصصت له محور خاص في الرساله ديال مصر وحتى في الرساله ديال الدكتوراه ان شاء الله باذن الله. ومن خلالكم نطلبوا الشفاء الوالد العاجل ان شاء الله باذن الله. امين. بالنسبه للكتاب، في الوقت اللي الاستاذ مسعود كان كيحقق وكيبيض عن الاخطاء ومجموعه من الشغل ديال الكتاب، عندما وصلت الضوء وصلت على ما جاء في المخطوط الاصلي ما قاله عباس العرش. اول ملاحظه شرط هذا الاستاذ هو المحدد الزمني. المحدد الزمني عندما تقول تاريخ ثوره الشيخ علي بن ابي، نتكلم على تاريخ ثوره لا المجال ولا الزمن. كنتكلموا على المجال ما كنتكلموا على وحده، هناك يعني مناطق متعدده كانت يعني فيها ثوره كانت تاثير مباشر، وكانت غير تاثير. مثلا المنطقه ديال الحاحل اللي كيتواجد فيها انفلوس والكلولي، اللي هما كانت القناه اللي عبرت منها، القناه التي مرت منها على الشيخ احمد هيبه الارض، راه هي القناه اللي مرت بها على الشيخ احمد هيبه الارض. بل اكثر من هذا، لان ثوره الشيخ احمد هيبه عندها امتداد في الوسط. عندما كتكلم على تبنى كنتكلم على علاقه يعني وطيده بين حركه المقاومه في تلك المنطقه، حركه المقاومه وحمص الزياني، وهناك رسائل بين الشيخ احمد هيبه وحمص الزياني. يعني راه ماشي ان هذه الحركه انحصرت في واحد الفتره المجال، هناك دعم للحركه في المنطقه الشماليه افتزت عن طريق خليفته الشيخ محمد المامون، هذا الذي جرح في معركه سنوات. يعني بعد ذلك من 1911 حتى 1923 هناك دائما امتداد للحركه في تلك المنطقه، وهناك